السلام عليكم الأخوات المغربيات والإخوان المغاربة، مرحبا بكم. بغيت نقتسم معكم واحد الفيديو قصير على واحد الحادث وقع هاد الأيامات في طوكيو، في الاجتماع اللي تديروا اليابان مع الدول الإفريقية. الفيديو غيبين لكم حقيقة تنذكرها ديما، تنذكر الكلمة ولا الجملة اللي قالها المرحوم الحسن الثاني نتاع اللي يعرف العالم مع من حشرنا الله في الجوار. داك السيد الله يسمح لينا منه، الله يرحمه في هذا النهار هذا. كان تيعرف مخلفات الترك والفرنسيين اللي عاشرهم وتعامل معهم لعقود. كان تيعرفهم حسن من كثير من المغاربة اللي كانوا مخدوعين فيهم. يعني أنا تنذكر طفل قبل، كنت صغير، طفل قبل يعني ما يبان النت وما يبان وسائل التواصل الاجتماعي. تنقول جيران، بعض المرات كنا حنا في شرق المغرب تنشدو التلفزة الكرغالية، يعني عادي تنقولوا بون صراع، كاين صراع سياسي، لكن ما كناش نعرفوا الكنه وما تنعرفوش الطبع وما تنعرفوش الخبث والحقارة والندالة ديال النظام وديال عامة الشعب اللي ساكن في البلد المجاور. يعني هو داك النظام خارج من الشعب، ماشي تيطلع النظام من الشعب وعاد تيتغير. هذاك تبون ولا بن قرينه ولا كاع الازلام النظام ديال الكبرانات كلهم خارجين من الشعب، والشعب متشبع. هما التاريخ ديالهم والصيروره ديالهم والديناميات اللي دازوه ببلادهم خلاهم يكونوا بحال هكاك اندال. ورا الحسن الوزان قالها في القرن السادس عشر، قال لك والنميض قوم همجيون، قوم همج. في هذا الفيديو غادي تشوفوا كيفاش في هذا المؤتمر هذا دخلوا واحد، كانوا داروها مع الرخيص ولد الرحامنة. كانوا داروها يمكن في أوروبا وبغاو يدخلوه من الباب الواسع وساعة مدها فيه تحد. وهنا في اليابان دخلوا معاهم واحد من المرتزقة وجلس مع الناس، وغادي تشوفوا تيجبد يافطة، تيجبد من بونكارت مكتوب عليها جمهورية العجاج والقياطن، وحطها على الطبلة. ودابا الهدف ديالهم هما عارفين بان المنظمين تاع المؤتمر غيجيو ويجروا عليه في الاخر، ولكن الهدف ديالهم هو يلتقطوا ديك الصورة ويروجوها في وسائل التواصل الاجتماعي على ان اليابان عرضت جمهورية القياطن والعجاج. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقطع والسلام عليكم.